يا مرحبا، اهلا وسهلا بيكم في فلوج جديد. النهارده اليوم الاول بعد ما سبت الشغل بتاعي استعدادا للجيش. فان شاء الله حبيت اشوف او حبيت اعمل تجربة. هل فعلا ان الواحد يقعد في البيت، هل ده شيء كويس ولا ضغط الشغل والعمل والمشاكل اللي احنا بنشوفها كل يوم في الشغل ده الافضل؟ فهنشوف وهنخرج مع بعض وهنحاول نخوض تجربة جديدة كده، وهنكتشف ونشوف الملل هنا والملل هنا، وفي الاخر هنقدر نقيم انهي شيء افضل. فمش عايز اطول عليكم واعرفكم، احنا دلوقتي الفجر، نستعد للفجر بكوباية القهوة الجميلة بتاعتنا ونكتب الخطة بتاعتنا النهاردة، هنخرج فين وهنعمل ايه. فيلا بينا. ان شاء الله نروح نصلي الفجر دلوقتي، وبعدها نطلع نجيب فطار، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره. بعد ما صلينا الفجر وقرأنا الورد بتاع القرآن بتاعنا، طبيعي زي ما كنت متوقع بالظبط هيجيلنا حالة بالملل. فقررت ان انا النهاردة ان شاء الله هخرج لحديقة الازهر، هنحاول نروح نقعد هناك شوية ونستمتع بشوية وقت، ونشوف هل النفسية هتكون احسن لما نخرج من منطقة الكومفورت زون او من منطقة الراحة بتاعتنا ولا لا. فمش عايز اطول عليكم، يلا بينا نتحرك. ناخد معانا طبعا الكتاب الجميل ده جمالية الدين، وهناخد معانا نوت بوك علشان لو حبينا نكتب اي ملحوظة او اي خاطرة جت في بالنا. فدي الحاجات اللي هناخدها معانا ان شاء الله. المكان كويس جدا، بيقلل الضغط بطريقة فظيعة بسبب الخضرة اللي انت قاعد فيها وكمان الهواء. فالموضوع جميل جدا ان كان عندك ضغط او بتمر بضغط الشغل، تيجي تقدر تقعد وتستمتع بوقتك. فالموضوع جميل. انا جايب طبعا الكتب اللي احنا شفناها في الاول، هحاول اقرأ منها بس لما الشمس تبدأ تغيب شوية، وان شاء الله في النهاية هنشوف طلعنا بحصيلة ايه، واحاول اكتب كل الملاحظات اللي انا قرأتها ونشوفها برضو مع بعض. فالمكان روعة. من ضمن الحاجات الكويسة جدا في الكتاب الآية اللي في سورة الملك اللي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. عبادة التفكر من العبادات الجميلة جدا، ومن العبادات اللي عليها ثواب عظيم جدا. أنا كنت قاعد كده تتأمل في خلق الله، الأشجار، السماء، انت في خيالك كده بتشوف الحاجات دي، هل فعلا يعني ليها خالق؟ طب الجمال اللي موجود فيها ده
يعني هل حد يقدر يعمله غير ربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ الاشجار دي، هل في صانع يقدر يعمل كل الحاجات الموجودة في الاشجار اللي اكتشفها العلم الحديث واللي لسه ما اكتشفهاش؟ فساعتها بتعرف معنى وجود ربنا سبحانه وتعالى. وهل له ولد زي ما في ناس كتير يعني مفكرين ان ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا عيسى عشان يكون ابن ليه؟ فربنا سبحانه وتعالى واحد قادر على كل شيء. يعني بص بس للي فوقيك السماء وتأمل وانت تعرف هل في اله غير ربنا سبحانه وتعالى ولا لا. فكانت نقطة كويسة جدا في الكتاب. دلوقتي طالعين في حتة عالية شوية بحيث ان احنا نقعد نشوف الاماكن ونشوف المساجد من اعلى جزء موجود في حديقة الازهر. يلا بينا. تقريبا احنا بنشوف كل حاجة من هنا. احنا دلوقتي موجودين فوق خالص زي ما احنا شفنا. فكرة برضو في الكتاب او نقطة مهمة جدا في الكتاب، موضوع العمر. العمر بيختلف لكل حاجة حوالينا او لكل حاجة عمر في الوقت اللي احنا موجودين فيه. يعني في فراشة يعني الدورة الحياة بتاعتها كلها 24 ساعة بس. من بداية ال 24 ساعة بتبدأ تطير لحد نهاية اليوم بتموت وتبيض، ونفس النظام او نفس السيستم بيمشي مرة تانية. فلما تيجي تبص لموضوع الوقت هتحس انك ايا كان الكام سنة اللي انت هتعيشهم في الاخر الموضوع نسبي تماما، ولازم تستغله على قد ما تقدر في حاجة مفيدة ليك. علشان ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة للفراشة اللي هي دورة حياتها 24 ساعة بالنسبة لها الموضوع طويل جدا، لكن انت لو هتعيش 60 سنة او 70 سنة فالموضوع هيكون قصير او هتحس ان الوقت بيعدي بسرعة جدا. فحاول تستغل الوقت على قد ما تقدر في حاجة مفيدة. بما ان الصوت فصل للأسف في النقطة اللي كنا بنتكلم عليها في الجزء ده، هو ان الامام الشافعي عاش 53 سنة بس وما زلنا بنستفيد من الكتب بتاعته لحد دلوقتي. يعني انت متخيل من 13 قرن لحد دلوقتي احنا بنستفيد من الكتب بتاعته، وكان عمره 53 سنة بس. فالموضوع العمر شيء نسبي بس انت اللي تقدر تتحكم فيه. 53 سنة وما زلنا بنستفيد من كتبه لحد دلوقتي. وبرضه بالنسبة لكتاب صحيح مسلم فهو عاش 45 سنة بس. 45 سنة بس طلع لنا كتاب شرح أو صحيح مسلم. فالموضوع كله معتمد عليك انت شخصيا، مش معتمد انت بتعيش كام سنة. العظماء اللي انت لسه سامع عنهم دول كلهم كانوا 43 سنة و53 سنة. فالموضوع او موضوع العمر شيء نسبي انت اللي تقدر تتحكم فيه بس.
احنا دلوقتي طبعا خلاص الشمس بتغرب والدنيا بتبدأ تضلم، فقلت اصور الفيديو ده قبل ما الإضاءة تكون مش مناسبة بالليل. فالصراحة كانت تجربة جميلة جدا، احسن من الشغل بكتير. دي حقيقة يعني. فالخروجات او الحاجات اللي من النوع ده بتقلل فعلا من الضغط النفسي بشكل كبير جدا. فحابين نقول برضو في النهاية الوظيفة بتاعتك مهمة جدا لأنها بتساعدك في المجتمع، لكن ده ما ينفعش يكون شيء ممل بالنسبة لك. لازم ترفع على نفسك على قد ما تقدر، ولازم تتجنب موضوع الملل لأنه فعلا شيء بيقتل. إن كنت قاعد في البيت ومش شغال ومش بتخرج فأنت يعتبر شبه ميت. فدلوقتي هنقفل علشان نروح نصلي المغرب. لكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. دلوقتي هنرجع للبيت بعد قعدت تقريبا حوالي 5 ساعات او 4 ساعات حاجة زي كده. بس الاجواء يعني ما شاء الله جميلة جدا. بس الاجواء بالليل حاجة روعة، بس عشان عندنا لعب كورة فنضطر نمشي دلوقتي. فده كان الفلوج بتاعنا النهاردة. لو الفيديو عجبك طبعا استنانا في فلوج جديد، وشارك الفيديو مع اصحابك ولايك وسبسكرايب، واستنانا الفيديو الجاي.